17 حاجة تخلي الاكس متاعك يندم عليك. يا اخي عمرك ما تسألت علاش فما نساء تختفي من ناحية الراجل اما عمرها ما تختفي من الذاكرة متاعو وتنجم تقعد له في مخه لسنوات عديدة. وعمرك ما تسألت علاش نساء اخرين يتنساو في لحظة، علاش بعد ما يقصها معاك يبرد معاك كومبليتمون ومن بعديك يندم عليك ويبدا يعسلك على بروفيلك ما ساعتين متاع الصباح. ياهي خاطر الندم الحقيقي اللي يصير للراجل ما يصيرلوش كي يقصها معاك ويخسر العلاقة اللي بيناتكم، لا، الندم الحقيقي يجي من انه يخسر فيرسيون منك انت اللي عمره ما ينجم يلقى كيفها في طفلة اخرى. ملا هاو باش نعطيك يا اخي 17 حاجة تخلي الاكس متاعك يندم عليك. واقعد معانا للاخر خاطر نمرو 17 هي حاجة ما تخطرلكش على بالك كومبليتمون. اولا ما عادش تكونتاكتيه جملة، تليفونات لا، ميساجات لا، شنية عامل شنية جديدك لا. ثانيا تحسن في الجمال متاعك وفي شكلك الخارجي. يا غي هي نورمالمون الحاجة هذه تعملها ليك انت ساعة باش تبدا ديما مورالك مهزوز وفرحان. اما نأكد لك يا غالية كي تعرضوا في الشارع ويشوفك زدت زين راهو باز باش يندم عليك. ثالثا بعد ما يقصها معاك تتجاوزوا من غير غش، من غير انتقام، من غير دراما وبكاء ونويح وهكا بعثت له صديقتك هكا مشيت كلمت له صديقه. السيلونس وكا هاو كي تتجاوزوا بالسكيت وبالسيلونس هذيك حاجه تدخلوا بعض وتمهمجوا اكثر من 1000 دمعه تهبطها واكثر من 1000 حركه تعمل. رابعا تبني حياه معبيه بحاجات هو ماهوش موجود فيهم جمله، تعمل حاجات جديده في حياتك هو ماهوش موجود فيهم جمله، وحتى الحاجات القديمه لازمك تبدلهم بحاجات اخرى هو مش موجود فيهم جمله. مثال كانك انت وياه تمشيو نفس السال دو سبور، بدل من السال دو سبور اعمل هوايات جديده هو ماهوش موجود فيهم، اقطعوا من حياتك كومبليتمون وقتها هوش يكبتاها ويبدا يسال في روحه ويندم اللي هو بعثك يا غير. خامسا تحط له لي ليميت نتاعو وما ترضاش بالقليل، معناها تنحي له فاستك يمشي وقت اللي يحب ويتوحشك يكونتاكتيك يقابلك وقت اللي يحب صحيح كي كونتاكتيك ويقابلك يتهزلك مورالك شويه، اما راك قاعده تضيع في عمرك يا غير. سادسا تنجح في حياتك المهنيه والشخصيه، معناها ركز في خدمتك، ركز كيفاش تجيب اكثر فلوس من خدمتك، لنسى في خدمتك وذيك كيفاش تخليه يندم عليك بالحق يا غالي، وكيك كيفاش تنتقم منه بالحق مش بالفازات التافهه اللي تجيك لمخك من الاول كيفاش ندموا. سابعا يفقد السيطرة العاطفية عليك جملة، معناها الحاجات اللي كان يعملهم باش يلقى منك ردة فعل. مثال قبل نعرفش يهبط ستوري في فيسبوك انت تدخل بعضك بالكش يقابل في طفل وتكلمه، كيلكو سوا الحاجة اللي كانت تخرج منك في ردة فعل لازمها ما عادش تحير لك حتى شعرة وما عادش تعمل حتى ردة فعل. سابعا تقعد كلاس وعمرك ما تحكي عليه بالخايب بالحتى حد بعد ما تقصوها. ياغي ريت كي توصل له من فلان ولا فلتانة اللي هو سأل عليه وانت جيست قلت مكتوب وكهو ما حكيتش عليه بالخايب وتوصل له هو راهي هذيك باش تضربه في العظم يا غير. ثامنا تولي تخرجي وترند في مع رجال يطيروا تيران. سيئة عاد كي تحل اللعب وتبدا ترندف وتقابل في رجال محلاهم بيسكو انت عملت اللي قلت لك عليه وليت ازين ولهي بروحك اكثر والطاقه نتاعك محلاها اكثر، دونك الرجال باهينش ولاو يخرجوا معك وباز باش يكبتاها وذي حاجه من الحاجات اللي تضربوا الضربه ما تداويش يا غير. تاسعا يولي احترامك لروحك اقوى من حبك انك تلقى الرجل المناسب يا غير. ريت نهارتي تولي تحترم روحك بالحق وتولي بالحق كي راجل يطيح لك من قيمتك بالرسمي من داخل تتغش وتقول فاش قاعد يعمل السيد نورمال. وقتها الطاقه نتاعك باش تبدا ظاهره لاي راجل ومنهم الاكس نتاعك كي باش يعرفك وكي يراك ويرى الانرجي هذيك راهي هذيك حاجه من الحاجات اللي تخليه يندم عليك يا اخي. عاشرا تظهر عليك علامات الاستقرار النفسي، معناها يبدا ظاهر عليك اللي انت تو عايشه في سلام، مش يدخل لبروفيلك يلقى حسبي الله ونعم الوكيل قداك في ستوريات ولا يلقاك نهار كامل تشكي من الرجال ولا غنيات حزن واحزن المزود. ليه يا اخي لازمك ديما توري الفرح وتوري الطاقه نتاع ريح السد يهز ما يرد، من غير ما تقول ريح السد يهز ما يرد لازم تظهر عليك اوتوماتيكمون. حادشا تولي ما عادش تعمل حتى ردة فعل التصرفات نتاع لا نحبك لا نصبر عليك، معناها كالفازات اللي كان يعمل لك فيهم نتاع يقصها معاك ويطفيك وبعد فجأة يولي حاجته بيك انت تولي تحكي معاه بكل برود ما على بالك بيه، تحكي معاه نتاع كل شيء وفيه ومكتوب ولا غالب كل على الاخر ما على بالك. هذه حاجه من الحاجات اللي تخليه يندم عليك يا اخي. الحاجه نمرو 13 كي يقصها معاك تعمل خشم وتمشي على روحك، ما تقعدش تتشحت وتبكي من بلاصه لبلاصه، هذيك تقعد له في مخه ديما. اما كي يجي يقصها معاك وانت تعمل الدراما واع ودرا شنيا
تولي كيف البنات الاخرين، ما فما حد شيء سبيسيال عليك يا غير. الحاجه رقم 14، نحبك تولي المراه اللي كان هو يتمناها ديما. اكزومبل صغير، كان انت قبل كي كنت تخرج معاه تفيق بيه يبدا يبلحق يمين ويسار في البنات الستايل، وانت ماكش لاهيه بستيلك يا غاليه. ودي الجواب سهل برشا، اعمل شويه سبور، نظم اكلتك وتلاقي بستيلك. المهم انت بازرك تعرفوا الطفله اللي يتمناها هو شنو بالضبط. اذا كانك بالرسمي ما تعرفش شنو الطفله اللي يتمناها هو بالضبط، معناها انت تتخيل روحك محور الكون ومركزش معاه، وراك باش تركح راجل لازمك تفهم شنو يحب يا غالي. اخرج من روحك شوي. المهم ويسكو نعرفك غاليه ذكيه تعرفوا هو بالضبط شنو كان يحب، نحبك تولي الطفله هذيك. الحاجه رقم 16، نحبك توصل حاجات اللي هو عمره ما كان يم اللي انت تنجم تعملهم يا غالي. مثال انت حكيت له حلمه من الاحلام نتاعك تحب تعمل بالضبط، نحبك تكبش وتعملها الحاجه هذه. نهار باش يشوفك عملتها راهو باش يندم عليك يا غالي، وباش يشك حتى في القرار اللي هو بعد عليك. واخيرا والحاجه رقم 17 يا غالي، والحاجه رقم 17 يا غاليه واللي هي اهم حاجه باش تضربوا ضربه ما تداواش، يشوفك دخلت في علاقه جديه مع راجل خير منه. وهذيا باش توصل تعملها لازمك تتبع فيديوهاتي القديمه الكل اللي باش يعلموك الوقت العينين البلايص اللي تمشي لهم، كيفاش تحل البيبان وتتعرفي على راجل خير منه وتدخلي في علاقه جديه مع راجل خير منه. وذيك هي الحاجه اللي باش تخليه بالحق يندم عليك، وذيك هي الضربه اللي ما تداواش. اللي تحب تعمل معايا كونسلتاسيون بريفي تبعث لي ميساج، وربي يهني الجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا غي.